هذه المنزلة العظيمة التي وصل إليها سيدنا إبراهيم عليه السلام هي نتيجة إخلاص وتجرد، ونتيجة امتحانات صعبة جدا تعرض لها خليل الله إبراهيم، وفي كل مرة كان ينجح فيها بامتياز عظيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى امتحنه امتحانات شاقة جدا. يعني تخيل كون الله عز وجل يمتحن امتحان شاق أن يذبح ابنه. يعني جاء إليه سيدنا إسماعيل عليه السلام على كبر بعد أن تجاوز 80 عاما، رزقه الله بهذا الطفل الحليم. وكان سيدنا إسماعيل فيه مواصفات عالية جدا كما وصفه ربنا عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكما يروى في التاريخ أنه كان جميلا وكان قويا وشجاعا ويجيد الرمي بالسهام، كان فيه صفات عظيمة جدا. يعني كما قال ربنا عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. شوف لما ربنا عز وجل يختبره أن يذبحه، مش بيقول له اذهب إلى معركة لتموت فيها أو ألقي نفسك في البحر، لا، ده اذبحه وبيدك. امتحان صعب جدا جدا، ولم يتردد. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والحقيقة نحن سنتعرض لهذه الامتحانات لا شك. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يفتنون يعني يختبرون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني لابد أن الله يختبر الإنسان. وكما قال سبحانه وتعالى أيضا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سنتعلم من قصة خليل الله إبراهيم كيف نتعامل مع الله. خليل الله إبراهيم حقيقة منذ طفولته وهو يتعرض لامتحانات صعبة. حياة خليل الله إبراهيم عبارة عن حلقات وكلها امتحانات واختبارات من الله عز وجل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أهم وأعظم درس في قصة خليل الله إبراهيم هو أن نتعلم كيف نتعامل مع الله، لأن احنا إذا أحسننا ذلك فإن نصل إلى المحبة، والمحبة لها منزلة عظيمة جدا. كيف وصل خليل الله إبراهيم؟ هذا من التعامل مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يكون صادق في محبته الله فإن الله عز وجل حتما سيحبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. كما قال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ده الدرس، أهم درس في قصة خليل الله إبراهيم، أن تعظم الله عز وجل في كل حياتك. ربنا سيعطيك أفضل، وبعدين لما تتعرض لمحنة أكتر حاول تنجح بامتياز. كل أوامر ربنا عز وجل خير. أحد الذين أسلموا قرأ عن الإسلام وبحث في الإنترنت وجد الإسلام عظيم جدا، قال خلاص أنا موافق أدخل الإسلام بس ليا شرط واحد. فقيل له ماذا؟ قال بس يعني إن أنا أصلي 5 مرات في اليوم، ده كتير أوي، يعني أصلي مثلا مرتين يعني 3 مثلا، إنما 5 مرات كتير أوي. فربنا كده هداه واحد فهمه يعني إيه الصلاة، وقال له ده الصلاة دي معناها إن أنت بتكلم ربنا، وما بتكلم ربنا بتدعوه وتطلب منه اللي أنت عايزه. وبعدين يعني لما فهموا يعني ايه الصلاة وفوائد الصلاة وكيف يصلي، فوجد الراحة والسعادة والمتعة. قال الله ده شيء جميل جدا، ده انا حسيت وانا بصلي ان انا بقرب من ربنا اكتر. فقال له هذا الذي يدعوه، قال له ايه؟ قال له ربنا قال ذلك ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال له حاجة تانية جميلة جدا، قال له ده انا عايز اصلي اكتر من 5، وينفع؟ قال له اه ينفع، ربنا جعل في سنن وفي نوافل
لك ان تصلي ما شئت. والحقيقه الاستاذ احمد الشقيري كان عمل تجربه، اللي بيصلي اللي عارف معنى الصلاه وبيصلي بخشوع، تجربه في المخ يعني عظيمه جدا. هل الصلاه لما الواحد يصلي دماغه مخه عقله يتغير ولا يبقى كما هو؟ جسمه هل بيتغير ولا لا؟ فسوينا تجربة، سويت ما يسمى بالبرين سكان، عملت سكان على المخ، حطوك في جهاز وبعدين تجلس فيه ساعة إلا ربع يعملوا لك سكان للمخ بالكامل، وبعدين يطلعوا لك زي الاكس راي حق الرئة، يطلع لك اكس راي للمخ. وبعدين صليت صلاة غير خاشعة، يعني حرصت أني أصلي بسرعة. كثير مننا بما فيهم أنا بنصليها بشكل يومي، الصلاة الروتينية الواحد بيصليها وهو مستعجل. أول شيء أنه الصلاة اللي بدون خشوع ما غيرت شيء في الدماغ، يعني تشوف دماغي قبل الصلاة، دماغي بعد الصلاة هي لم تغير شيء. وبعدين سويت صلاة بخشوع أو بقدر ما أستطيع من الخشوع، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وسويت برين سكان ثاني. النتائج فاجأت طبعا الدكتور أصلا كمان تفاجأ من النتائج. أولا أنه في فرق واضح في الدماغ، تغيير جذري في عدة مناطق في الدماغ بعد الصلاة عن الدماغ قبل الصلاة. This is something that I don't think I've ever really seen before. قل النشاط المسؤول عن التفكير. لما يقل التفكير معناها أنت قاعد تستسلم لشيء. They basically surrender themselves to the experience, to the practice, to whatever's happening to them. That's exactly what we see here. And I guess I haven't had a chance to ask you, I mean, is that what you experience when you have that sort of deeper practice of meditation? Yeah, actually, you know, our religion's name, Islam, Means to surrender. comes from istislam, which means to surrender. Yeah. So what we do in our prayer is actually trying to totally submit and surrender to God. جميع الأوامر الربانية هي إيه بقى؟ هي طيبات، والمعاصي خبائث. عايزين نستفيد من قصة خليل الله إبراهيم في العصر الحديث. المواقع الإباحية، بعض الناس بتتلذذ بهذه المعصية، ويقعد كده يضيع وقته كده ويفتح الكمبيوتر ويدخل على المواقع الإباحية. ده دمار العقل والإحساس والمشاعر والطاقته الجنسية، وكثير جدا من الحياة الزوجية فشلت لأن الأمر ده مدمر يعني. في جلسة اجتماع في مجلس الشيوخ الأمريكي للدكتورة ماري آن لايدن، قررت أن إدمان الأفلام الإباحية أخطر مهدد للصحة النفسية، وأنه أخطر من إدمان الكوكايين. It robs them of the chance to be the kind of men they know they can be. It robs their family, their community, and their country of all that they could have offered. ببحث جديد أجرته جامعة كامبريدج من الجامعات الشهيرة. نعم. هذا البحث أنجز قبل يعني تقريبا شهر أو شهرين، في أواخر عام 2013. الحقيقة البحث غريب جدا. يعني عنوان هذا البحث يقولون إن مشاهدة الأفلام أو المناظر الجنسية والإباحية وغير ذلك لها نفس تأثير المخدرات على الدماغ. وهناك دراسة تقول بل هو أخطر، يعني هو يشبه المخدرات والكحول، بل هو أخطر. سبحان الله. لأنه بالفعل يعني كما سنرى يتلف هذه الخلايا ويرهق خلايا الجسد، وأخطر شيء أنه يعطل منطقة الناصية، منطقة القيادة. لذلك تجد أن الذي يدمن على مشاهدة هذه المناظر التي حرمها الله سبحانه وتعالى تجده لا يهتدي. هذه دراسة كما نرى موجودة هنا على صحيفة الاندبندنت، تظهر يعني الدماغ بالمسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي وكيف يتأثر هذه البقع باللون في مركز الدماغ. وهذه الدراسة منشورة على جامعة كامبريدج في الشهر تقريبا العاشر 2013. يقولون بالحرف الواحد إن الأفلام الإباحية تؤثر على الدماغ تماما مثل مفعول المخدرات. سبحان الله. هم يقولون هذا. نعم، هذا عنوان الدراسة، العنوان العريض للدراسة. وكما نرى أمامنا يعني يؤكدون على أن نشاط الدماغ ينحصر في المشاهدة فقط والتفاعل مع المشهد الإباحي، وتتعب هذه الخلايا وتتلف بعد فترة. لابد أن تعلم أن وزنك في هذه الدنيا أو قيمتك بقدر تعظيمك لأوامر الله عز وجل. إن إبراهيم كان أمة
هذه المنزلة العظيمة كانت لأن الله سبحانه وتعالى كان هو الأعلى، كان هو الأعظم. وهذه هي ملة أبيكم إبراهيم، وجاهدوا في الله حق جهاده. الموضوع مش سهل، محتاج مجاهدة ومحتاج صبر. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ده هو معنى الإسلام، يعني الاستسلام والخضوع لله عز وجل. لأن هو لما نجح سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم في الامتحان، في امتحان الذبح، ربنا بيقول إيه؟ فلما أسلم وتله للجبين. عندما تتعرض لابتلاءات صعبة وتنجح فيها بامتياز كما فعل خليل الله إبراهيم، فإن الله عز وجل يحبك. طيب إذا فرضنا أو تخيلنا إن الأمر أنت تخيلت إن هو مستحيل أو صعب. شوف ربنا عز وجل، يعني إيه؟ دي آيات عظيمة جدا عايزين نتأملها. ربنا بيقول إيه؟ إذا فرضنا إن ربنا كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. لو فرضنا جه أمر من ربنا يقول اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.